السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة خاصة. يلا غادي نباشي ويلا غادي نعس وانا نتفاجئ بهذا الخبر الصاعق والخبر الصادم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم وبالتحديد اللجنة ديال الاستئناف تفاجئ الجميع وكتعلن أن المغرب بطل الكأس افريقيا النسخة الفارطة. علاش؟ اعتبرت أن المنتخب السنغالي انسحب من المباراة واعتمدت نتيجة 3-0 نتيجة هذا الانسحاب. صراحة خبر صادم، خبر مفاجئ بكل تأكيد، ولكن أرى دابا نجيو للحقيقة ونجيو للواقع باش عاوتاني ما نتصدموش. القرارات ديال الاتحاد الافريقي قرارات كتكون بطبيعه الحال ملزمه، ولكن المشكل بكل تاكيد هو الطاس. باش ما يتعاودش لينا عاوتاني داك الدوامه ديال المباراه ديال الوداد البيضاوي والترجي الرياضي الى باقين عاقلين. الاتحاد الافريقي اعتمد قرار، ومن الامور اللي مشات للطاس تبدل الامر 180 درجة. باش ما يتعاودش هذا السيناريو، خاص الجامعة الوطنية المغربية لكرة القدم تخرج ببيان توضيحي شافي وكافي، وكذلك الاتحاد الافريقي خاصه وكذلك يخرج بالامور اللي استند عليهم، امور قانونية، امور مضبوطة، قواعد باينة، باش عاوتاني الطاس ما تفاجئناش بسحب اللقب. حيت ما نكذبش عليكم، الامر ماشي محسوم 100%. من غير كاين واحد الجانب وكاين واحد الطريق، واحد الزرقاء كتقول بان اللقب بهذه الطريقه ما بنيناش. اسيدي نمشي معكم في هذا الطريق، ولكن رد الاعتبار خاصو يكون بهذا الشكل. راه اللي طرا في نهائي كاس افريقيا كانت كارثه، كانت فضيحه، كانت وصمه عار على كره القدم الافريقيه بالتحديد. ماشي المغرب، ماشي التنظيم، ماشي الكاف، افريقيا كلها. علاش؟ في اللحظات المهمه، في اللحظات الحاسمه، باب تياو انسحب بواحد الطريقه ساذجه. باب تياو انسحب بواحد الطريقه مستفزه لواحد المدى وواحد الحد، فما يمكنش داكشي. علاش؟ كنظن بان احسن طريقه واحسن جواب باش الاتحاد الافريقي لكره القدم يرجع للهيبه ديالو هو ياخذ بهذا النوع من القرارات، واخا يعلق اللقب. ما يربحوا لا المغرب لا السنغال، لانه داكشي اللي طرا فضيحه. داكشي علاش انا يعني كرأي ديالي نتحلاو بنوع من الهدوء، بواحد النوع من الصبر. علاش؟ لان الماتش او المباراه مازال ما انتهتش، باقي الجوله الحاسمه اللي بكل تاكيد غتكون في الطاس. علاش؟ لان الاتحاد السنغالي بطبيعه الحال ما غاديش يسكت، زيد عليه دير الادرع. والناس اللي كيخدموا اجندات خفيه معروفين، الدول الافريقيه اللي كتخدم هاد النوع بلا ما نذكر الاسم ديالهم، هما راه بكل تاكيد معروفين. داكشي علاش كنطالب الناس، كنطالب كالجمهور الرياضي ولا حتى عموم المغاربه بالتحلي بواحد النوع من الهدوء، بواحد النوع من الصبر، حتى نشوفوا هذا الفيلم كيفاش غيكمل. صراحه المسلسل طويل، مسلسل مر. فراه تخيل بعد ما عاود ثاني حيله طاس يقول لك ارجع الكاس غادي يبقى عند السنغال. داكشي علاش كنتمنى انه ردة الفعل ما تكونش مبالغ فيها، لا من ناحيه الاحتفال، لا من ناحيه حتى الاوجه ديال يعني ردة الفعل، الاحتفال، داك التعليقات، الرد. الاتحاد الافريقي كيف قلت خصو يخرج ببيان، الجميع خصها تخرج ببيان باش نعرفوا راسنا من رجلينا. صراحة كنتمنى انك تعطيني الرأي ديالك في هذه الحريرة كاملة. شنو الرأي ديالك؟ واش لجنة الاستئناف في الاتحاد الافريقي بنات القرار ديالها على معطيات وعلى قواعد يعني صلبة، صعيب ان الطاس داز علينا هذا الحق، او لا كما العادة الاتحاد الافريقي غير كيخربق في القوانين وغير كيخربق في القرارات؟ كنتمنى انك
يعني من غير انك تعطيني الراي ديالك، تشترك بالقناه وتدعمنا بلايك، وان شاء الله باش يوصلك ديما جديد في عالم كرة القدم، لا الوطنية ولا كذلك العالمية. كان معكم الكابيتانو، شكرا والى حلقة قادمة ان شاء الله.